كيقول بانه كان طالع في الطوبيس، تلاقى مع واحد الصديق ديالو هو ابن المنطقه ديالو نيت، كيبلغ من العمر 15 سنه. قال ليه المهم غاديين كيهضروا في الطوبيس، طلعوا المراقبين. فاش طلعوا المراقبين لقاو هذاك القاصر اللي في عمره 15 عام ما مخلصش ورقه، طالع ثالث. فاش لقاوه ثالث بداو كينهصروا فيه، بداو كيهضروا معاه بواحد الطريقه اللي هي خايبه. اضطروا الناس على انهم يخلصوا عليه ديك ال1000 ريال. اللحظه اللي الناس ناضوا بغا يخلصوا ديك 1000 ريال، ضرباتو النفس هاد صاحبو هذا اللي عطانا التصريح، ضرباتو النفس على صاحبو. قال ليه ما تهضروش معاه بديك الطريقه، علاش كديروا ليه بحال هكا، علاش علاش علاش؟ قالوا ليه شنو كيجيك؟ هو قال لهم هذا راه خويا، قال لهم هذا راه خويا. فاش قال لهم هذا راه خويا هما يهبطوه هو وياه، وكيقول بانه تعرض للاعتداء وداو ليه 25 درهم من جيبو وعيط للبوليس. البوليس هما جاوا لعين المكان على وجه السرعه، غادي يستمعوا لهذا الشاب، واكيد غيديروا الاجراءات القانونيه الكامله فيما يخص هذا الاعتداء اللي تعرض ليه هذا الشاب. الطوبيس كله مجهز بكاميرا ديال المراقبه. المهم الشاب يدعي بانه تعرض لاعتداء خطير. اكيد رجال الامن غادي يبحثوا باش يوصلوا للحقيقه الكامله ديال هذه القضيه، غيبحثوا في الحقيقه الكامله الاخوان. لحد الساعه المتهم بريء حتى تثبت ادانته. المتهم بريء حتى تثبت ادانته. المتهم بريء حتى تثبت ادانته. البوليس جاوا لعين المكان، غادي يبحثوا في هذا لافير وغادي يوصلوا للحقيقه الكامله باذن الله. هو كيقول بان واحد هو اللي عرضوا له هذا الشيء كامل. المهم البوليس غادي يديروا معاه الاجراءات القانونيه، غيديوه دابا الاخوان للدائره باش يطبقوا معاه القانون. اما البوليس جاوا لعين المكان مشكورين الدائره ديال السيال، الله يرحم لهم الوالدين، يعني تفاعلوا مع السيد بسرعه وبجديه وجاوا على وجه السرعه وغادي يطبقوا معاهم القانون كما يجب. فالمراقب خصو يعرف الخدمه ديالو هي المراقبه، ما عندكش الحق تقلب الناس، ما عندكش الحق تسدي ديال الناس، ما عندكش الحق نهائيا. المهم رجال الامن الاخوان مشكورين جاوا لعين المكان على وجه السرعه باش غادي يطبقوا القانون كما يجب، غادي يطبقوا القانون كما يجب. هما البوليس واقفين هنايا معاهم هذاك الشاب ومعاهم المراقب. نحنا كنعرفوا طالع سليت يطبق مع القانون، ما تقلبوش ما تضربوش ما ديش لي ديالو، ما تعيروش، ما